رمضان الحالي يعني او السنه دي يعني المخرج محمد سامي آه، عمل تمثيليتين او مسلسلين مهمين قوي، واحد اسمه سيد الناس، واحد اسمه ايش ايش. الغريب طبعا السنه دي ان هو قام بتأليف المسلسلين دول بالاضافه للاخراج، وساعد كمان في السيناريو بتاع ايش ايش مع سيناريست اخر مشهور اسمه اظن مهاب طارق او ايهاب طارق، حاجه زي كده. المهم انه او اهم حاجه احب اقولها انه في ناس احكامها بتبقى من وجهه نظر خاصه مش عامه. يعني ال- اللي بيقدموا نقد فني لازم يتحلوا بالشموليه والعموميه، مش بالخصوصية. يعني ما اقدرش اتكلم على حد كويس عشان بحبه، واتكلم على حد وحش عشان انا مش بحبه. الموضوع مش موضوع شخصي، الموضوع موضوع نقد فني للجميع. النقد الفني عشان ندخل في صلب الموضوع على طول، ان عملية التأليف مع الاخراج بتتعارض جدا جدا مع المبدأ السينمائي اللي كنا بنسمع عنه واحنا صغيرين، اللي بيقول لك المخرج عايز كده. دلوقتي بقى المؤلف عايز كده والمخرج عايز كده، الاتنين واحد. فالتأليف مع الإخراج له عيوب هقولها لكم ببساطة، وهتفهموا قصدي ايه. طبعا انا بعجب في نهاية الامر بالمسلسلين، وما انكرش ان انا ما فوتش حلقة من المسلسلين، يعني شفت 60 حلقة. وقدرت ان انا اكون رأي عن الحلقة دي والحلقة دي، او المسلسل ده والمسلسل ده. ما اعرفش نبدأ بمين، بس انا عايز اقول الرأي العام بتاعي على ان الاخراج والتأليف مع بعض شيء غريب شوية وصعب جدا على الشخص اللي بيقوم بيهم. يعني عملية استعراضية، بهلوانية وفيها تحدي، فيها سيطرة او فيها معلش يعني حتة غرور شوية، انه يعني ما اعرفش. هي يعني المخرج لما يكون بياخد كتابة واحد ويبتدي يخرجها بيتدخل برضه. لا عشان كده طلعوا حكاية المخرج عايز كده. انما يبقى هو نفسه اللي كتب الكلام وبعدين يجي يخرجه، هتبقى ديزاستر، هتبقى كارثة. لانه انت ما تقدرش بقى تدخل في النص ك كممثل ولو ان اظن ان عمرو سعد كان له شخصيته يعني في المسلسل بتاعه. لانه كتقييم انا ممكن ادي مسلسل سيد الناس بلاش حكاية 10/10 دي، 9/10، وهقول لكم ليه. وادي ايش ايش يعني ما بين 6 و7، اقول 7/10، عشان ما بقاش انا يعني يقول لك ده راجل بيهاجم وخلاص. لا، انا بتكلم على اساس نقد فني علمي موضوعي. ليه ده ياخد 10 9 أو 10؟ يعني شكله كده كتير اللي هي سيد الناس، لأنه مكتمل الأركان بشكل كبير جدا، فيما عدا بعض الإخفاقات البسيطة اللي هي ما تبوظوش أو ما تخدش نجاحه. أما إيش إيش ففيها رغم إجادة الممثلين برضو وكل حاجة، إنما فيها حتة الانتقاد الفني الواضح. يعني سيد الناس انتقادات لا تعني شيء، انتقادات سخيفة يعني بسيطة يعني، إنما التاني فيه انتقادات. فنبدأ بسيد الناس. حاجة من الحاجات السخيفة اللي أنا ما فهمتهاش رغم إن هي تافهة، إنما في آخر حلقة خالص كل الممثلين ظهروا، وكل الممثلين تجمعوا، وكل الممثلين يعني زي ما تقول بيحتفلوا بآخر حلقة، فيما عدا اللي اسمه آسر، اللي هو ابن سيد الناس، اللي هو عنده زي توحد او عنده يعني عاهه او حاجه هانديكابت يعني، اللي بيهز ايده وبيتعصب وكده. ده ما ظهرش خالص في الحلقه الاخيره، وحاجه غريبه جدا، زي ما يكون هو ما قدروش يجيبوه
او هو دوره كده. يعني دي حته مؤلف اختلف مع مخرج او الاتنين واحد بس اختلفوا. لان انا لو مخرج اجيبه اظهره ولو يقف كده جنب البتاع زي ما كل الناس ظهرت. ده دوره كان نمبر 2 او 3 في كل الحلقات دي. يعني هو كان في ناس نجوم كتير، بس آسر ده اللي هو اسمه مصطفى عماد ممثل هايل جدا، وكان له دور كبير وعظيم في الحلقة في ال 29 حلقة. جه في الحلقة ال 30 ما ظهرش خالص. وده انتقاد مش جوهري، ما يأثرش على نجاح المسلسل خالص، انما تعتبر سقطة، تعتبر غلطة فنية واضحة يعني. بس ما زي ما قلت يعني، زي ما يكون فريق كورة، هو يحب قوي محمد سامي يجيب سيرة الكورة، فزي فريق كورة غالب 6-0 وجه فيه جون طز، يعني فاهم، طز. فهي كده. ده مش ملخص المسلسل، لا احنا هنتكلم على ال 30 حلقة كلهم. ان عمرو سعد سبب رئيسي لنجاح المسلسل، يعني سوبرمان. ويليه على طول اخوه احمد سعد بالغنى الرهيب الشجي الحزين اللي مصاحب لكل حلقة، وفي نهاية الحلقة وفي اول الحلقة. وبعدين نيجي بقى لاحمد رزق ودوره الجميل جدا جدا، ومنى فضالي ودورها، واحمد زاهر ودوره الكبير قوي قوي قوي. كل ممثل وكل ممثلة أجادوا وأبرعوا، وفي بعض الإخفاقات البسيطة في طريقة التمثيل أو في قوة التمثيل. ولكن زي ما قلت المسلسل ده ياخد 9/10، ومش هتكلم فيه كتير أكتر من كده. هقول إن الإخراج 10/10 والتأليف 7/10. ولكن المسلسل على بعضه ممتاز جدا، والسيناريو كمان 7/10. السيناريو والحوار، لان في حاجات حتت تطويل ملهاش كانت لازمه، ويعني انما على بعضه اقول لك 9/10، وده نجاح باهر. ندخل بقى في المسلسل الثاني اللي هو ايش ايش. ايش ايش سبب نجاحه حكايه الرقص دي. يعني هي مي عمر لطيفه ووشها مبتسم، بالذات لما بتضحك بتبقى جميله. انما ما يعيبهاش الشكل، لان هي روحها حلوه، تمثيلها قوي، فاهمه بالظبط كل كلمه بتطلع من بقها عامله ازاي. سمعت كلام السيناريو والحوار، وسمعت كلام المؤلف والمخرج، وسمعت كلام زملائها. ناجحه جدا جدا، نجاح عمرو سعد في تمثيليه سيد الناس، ناجحه ونجمه زي عمرو سعد في نفس مستوى نجمة الشباك ونجم الشباك وبطل الشاشة وفتى الشاشة ونجمة الحلقات. يعني أنا مش بشكر فيها عشان هي تديني حاجة، أنا بشكر فيها لأن أنا من أول يوم لما كانوا بيهاجموها يقولوا لها أنت جيتي علشان واسطة وجوزك لا، أنا عملت فيديو زمان قوي وقلت لا، هي مش عشان، مش كل واحد جاي عشان ابوه او عشان اخوه او عشان مراته او عشان زوجته او زوجها يكون مزقوق وما يستحقش. مش كله. في ناس فشلت رغم سندة الاب والام، وفي ناس نجحت بدون او بسندة الاب والام. في بدون سندة، يعني في واحد امريكاني غير اسمه السينمائي عشان ما حدش يقعد يقول له انت ابن كابولا المخرج، انت ابن كابولا المخرج اللي هو بتاع فيلم جاد فاذر، ابو الممثل نيكولاس كيج. ف مش كل حاجه تقولوا ده مي عمر مسنوده، لا، هي فنانه وهي عندها مواصفات النجمه، ولطيفه جدا ومهذبه وشخصيتها حاضره وكل حاجه، ونجحت المسلسل. الاخطاء بقى في النواحي الفنيه تتجلى في اخر 3-4 حلقات. المخرج يعني فاتت منه حاجات منطقية ما تدخلش دماغ حد، وهقولهم واحدة واحدة. نبدأ الأول بأكبر خطأ منطقي في المسلسل. وما تقوليش بقى أصل دي وجهات نظر ودي مش عارف ايه. اسمع الأول رأيي ايه في اللي حصل في آخر حلقة أو آخر حلقتين. اسمها إيش إيش. كانت باختصار بتحب رجب اللي هو ماجد المصري،
بشكل يفوق الوصف، مفيش كلام يعني. حبته علشان كانت هي داخله تنتقم، لقيته بني ادم وعاملها وعامل اهلها معامله عظيمه. المهم حبيته جدا جدا جدا. قبل ما تحبه كانت مجندة من الشرطة انها تبلغ عنه، بلغت عنه وبلغت عن الموقع وميعاد تسليم المخدرات وغيره. كويس. ورجعت طبعا ندمت وقعدت تفكر ازاي تحميه وتلغي الفكرة دي من عند البوليس. طبعا الغلط انه الاسلوب اللي هي اتبعته لحماية جوزها من موعد التسليم والقبض عليه لا يتناسب مع ال29 ولا ال27 28 حلقة اللي ظهرت فيهم مي عمر اللي هي إيش بشكل ان هي ذكية جدا وان هي قوية جدا وشخصية وعقلها بيلف وبتعرف ازاي تتصرف وتعرف ازاي تدبس ده في ده وازاي تحل مشاكل ده وبرم يعني واحدة شخصية رهيبة. مش معقولة تيجي انت يعني واحد عمال يخطب مثلا في ناس ويوعظهم مثلا بحاجة وفجأة تبص تلاقيه راح متحزم ورائس. يعني ما ينفعش، المنطق ما يسمحش بالسقوط الفكري العميق ده. هي بدل ما تحمي جوزها دبسته زيادة، لان هي فكرت تعمل ايه. يعني ابسط حاجة الواحد يقول ايه، اولا انا لو ذكي وبحب شخص قوي 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 لازم اسلك نفس الطريقة اللي تتناسب مع عقليتي، وهي ضمان 100% ان انا احميه من انه يتقبض عليه في اليوم الفلاني ده. طب انا بلغت البوليس ودول يعني جبارين قوي، البوليس ده مباحث وبوليس ومكافحة مخدرات. ما ينفعش تروح تلعب معاهم وتقول لهم اصل الموقع اتغير اصل الميعاد اتغير، زي ما يكون واحد رايح يتهته لامه علشان تشربه اللبن قبل ما ينام. يعني ما كده، ما ينفعش كده، غلط كده. كان ينفع ان هي تتخيل انه هيتقبض عليه وان دي قضية مخدرات ممكن ياخد فيها 25 سنة سجن وكل الدنيا تتغير في حياتها، ويعمل اللي عمله ده ويحاول يقتل يعني هيعرف ان انت السبب. هتعملي ايه عشان تحميه؟ قولي له في وشه، قولي له في وشه رزقك على الله، قولي له ان انت اخطأتي، بس هو هيقدر يعني هيشيلك فوق راسه ان انت منعتيه يروح يسلم البضاعة في اليوم ده، وبالتالي البوليس راح على الفاضي. ها؟ وانت هتتأذي؟ لا مش هتتأذي، انت مش هتتأذي، انت هتطلعي صادقه مع البوليس لان انت قلت لهم الميعاد اتغير الموقع اتغير، هيروحوا ينيلوا ايه؟ ها؟ ففي الحاله دي جوزك بس هو اللي ماجد المصري او رجب هو اللي هيبقى متجنن، انما عمره ما هيتجنن زي ما يتقبض عليه ويتدبس في قضايا مخدرات وقضايا قتل كمان. بس دي غلطه اشترك فيها المخرج او اشترك فيها المؤلف ودبس فيها المخرج اللي هما الاتنين واحد. انا قلت لكم لو ده مؤلف غير ده كان ممكن المخرج يلاحظ الغلطة دي ويقول له بلاش النهاية دي. انا بسمع كتير عن افلام وتمثيليات المخرج بيتدخل لتغيير النهاية حتى الممثلين، انما الممثلين لو تدخلوا وده ما ينفعش يا فندم، هيلاقي يقول لهم الكتابة كده، المخرج الكاتب قايل كده انا الكاتب، المخرج قال كده انا المخرج. ده عيب اشتراك الاخراج، الا اذا كنت جينيوس، الا اذا كنت عبقري عبقري وبتعرف ازاي تلعب بده وتلعب بده، تلعب بالتأليف وتلعب بالاخراج وتلعب بالسيناريو. بس دي غلطة غير منطقية في نهاية المسلسل وأثرت عليا أنا كمشاهد، إنه مش معقولة إن هي عملت كده بدل ما تعمل كده، وده حاجة غير منطقية. معرفش هدفها إيه، الدراما حكمت أو معرفش يعني. ممكن هو بقى يبقى يعلق على الكلام ده، أنا فاتح المجال للتعليق. أدي أول حاجة كبيرة وفي أواخر المسلسل أنا بعمل عليها يعني سبوت او تركيز يعني. الحاجة التانية اللي هي حصلت في المسلسل برضو بعد الحلقة، مش فاكر بقى 20 22 حاجة زي كده يعني او بعد كده، غير منطقية برضو، هي موقف انتصار او
كوثر كابوريا اللي هي الرقاصة اللي هي إيش إيش، موقفها من بنتها اللي كان مفترض ان هي أو هي فاهمة ان هي ماتت وطلع ان هي عايشة، موقفها في رد فعلها على الاسلوب اللي هي عملتها بيها، ان هي بتقول لها خدي فلوس ونسيني، انا مش بنتكو، انا ما اعرفكمش، انا ما اتربيتش معاكو، انا مش عارف ايه. رد فعلها ما كانش رد فعل مع مع احترامي يعني للمؤلف العبقري. الام مهما حصل، الا اذا كان بقى الموضوع اتغير خالص في المجتمع المصري بتاعنا. يعني انا ما وعاش على الام غير اللي انا هقوله ده. الام مهما حصل من ابنائها او من بناتها، ان هي بتفضل تحتضنهم وتسامحهم وتديهم 100 فرصة، مش تتف. يعني هي تفت في وشها وقالت لها انت يا بت ندى موسى، انت يا بت يا لبنى، وهي ماشيه واخده ال1,000,000 جنيه الاوفر ده وماشيه، راحت بصلها، راحت تفه في وشها. الموقف ده في الحلقه يا 28 يا 27 يعني. هو دي غلطات جوهريه، غلطات الى حد لو اختلف معايا يبقى مصر اتغيرت بقى، انا مش مسؤول. انما انا اللي اعرفه ان الام مهما حصل، اولا البنت اللي هي لبنى اللي هي ندى موسى، اللي هي بنتها المفقوده دي او اللي كان المفروض ان هي ماتت وهي عايشه، دي ضحيه، دي فيكتيم، دي ملهاش ذنب. كونها تطلع زي ابوها ولا زي عمها ولا زي خالتها ملهاش ذنب. الام اللي هي انتصار مفروض ان هي برضو تسامحها وبرضو تحتضنها، او على الاقل يعني ان ما ضربتش حد او ان ما كنتش مجافي حد، ما تكملش عليه. يعني على الاقل سيبها في حالها، يمكن ترجع، يمكن تعود، يمكن تتعظ. انما ان انا اقفل نهائي واطردها واتف في وشها واقلب عليها الناس كلها كانها هي مجرمه، هي مش مجرمه، هي ضحيه. هي اتخذت بذنب ابوها اللي خباها الجشع وقال لامها انها ماتت، وذنب التربيه اللي تربيتها في وسط مجرمين ملهاش ذنب. انتوا اهملتوا بصراحه لما هي راحت لطارق النهري وعاشت معاه وكده، اللي هو رجب ولا جعفر ولا ما اعرفش اسمه ايه. انتوا اهملتوا في التحريات ان هي ماتت صحيح ولا لا. يعني خالتها كان كل ما حد يسالها شفتيها لما ماتت، شفتيها لما اتدفنت، رحتوا العزاء، تسهتم وتبهتم، يعني تقصير. يعني هي اثرت في التحريات، هي وجوزها ادوارد اللي هو ما اعرفش اسمه ايه في التمثيليه، بوشكش يعني، بوشكش. اهملوا في التحريات وسابوها، لا هي ماتت ولا هم عارفين ماتت ولا لا ولا متاكدين، راحوا شافوا مصلحتهم وخلاص. تيجي انت كأم مش مفروض انه منطقيا تعامليها المعامله الشريره دي، المجافاه الرهيبه دي، اقصى حد المجافاه؟ ادي انا بعتبرها غلطه منطقيه في الكتابه، في الكتابه، وبالتالي المخرج ما غيرهاش، لان المخرج هو الكاتب، المؤلف هو المخرج. كان زمان المخرج يختلف مع المؤلف، يقول له لا هنعمل كذا ويتخانقوا وبتاع، انما كان بيكسب مين؟ المخرج، لانه هو المسؤول عن الكاتب بيبقى يعني. انما هو عشان يحمي نفسه كمؤلف ما غيرش، ويحمي نفسه كمخرج ما غيرش. قلت لكم هي تحدي غريب جدا ما بين كاتب ومخرج، هما الاتنين واحد. ده تحدي في الفن ما ينفعش، يعني غير موجود. انما لما يتوجد عايز واحد جينيوس، عايز واحد عبقري يقدر يوازن صحيح ما بين ده وده، لدرجة انه ممكن يغير على نفسه لما يجي يخرج. لان الاخراج غير التأليف، التأليف ده على الورق، الاخراج ده عملي، شخصيات قدامه حقيقية. كان مفروض يعدل على الكتابة بس هيعدل على نفسه. ادي النقطة التانية. اخر حاجة بقى افتكرتها هي البنت اللي هي بنت اسمها ايه دي، هالة صدقي، اللي هي شادية، اسمها فاتن. البنت دي دورها غريب شوية وانتهى بغرابة اكتر يعني. انتهت التمثيلية يعني بغرابة دورها يعني.
هي من اول الحلقه، من اول ما ظهرت وهي احنا بالبلدي بنقول ملقف يعني. يعني على طول في اضطهاد ليها، على طول في تهميش ليها، على طول في شش، يعني اسكتي مالكيش دعوه، اطلعي بره، الحاجات كده. ماشي ماشي، في كده بيحصل يعني، ده ممكن يكون في الواقع ومنطقي برضو. انما اللي مش منطقي في نهايه الحلقات ان هي اتعاقبت من الكاتب او المخرج والكاتب مع بعض، اتحاد المخرج والكاتب، آه، اتعاقبت زي شادية امها بالظبط. يعني اترمت في الشارع ونزلت حافية ومن غير هدوم، قصدي من غير شبشب، يعني من غير هدوم، من غير شنطة، من غير مجوهرات، من غير حاجة ابدا. وكأنها ارتكبت نفس اللي ارتكبته امها شادية، مع ان ده مش صحيح. دي هي مظلومة وملهاش كلمة وملهاش شخصية من اول الحلقات. طيب استثنيها يا اخي منطقيا، هي دي مش روايه؟ ما هي دي روايه، دي روايه، مش مثلا حادثه مسجله في اسم الويلي. دي روايه انت كاتبها. ما فيش عندك مثلا انت نظره لدي ان هي مظلومه، او ما نجي في الاخر مثلا اطلع لها واحد ما كان بيحبها وشافها كده، قام اخدها على بيت والدته، بيت والده، وتم جوازها عليه ولا حاجه، عشان خاطر ما تتعاقبش وتترمي في الشارع زي شاديه اللي هي طالعه بدور يعني تعبان ولا حنش ولا حاجه زي كده يعني. المشاهد برضو في حاجات بيبلعها وفي حاجات بتقف في زوره المشاهد، ما بالك بقى الناقد؟ يعني مصيبة. في برضو حاجة في مسلسل سيد الناس حصلت، أنا بعتبرها غريبة شوية، يعني ما أعرفش دي قلة مهارة في التمثيل من أحمد فهيم اللي هو كان قايم بدور مجدي أخوهم الكبير، ولا هي فاتت على المخرج يفهمه يعمل إيه أو يقول إيه في اللحظة دي. لما قعد سيد الناس في اخر مسلسل، يعني تقريبا اخر حلقة او اللي قبل الاخيرة، كان بيتصافى مع اسرته اللي هي الهام شاهين، اللي هي عمرها ما هتتصافى. ولكن بعد ما اتكلم كلام جميل جدا جدا جدا، آه، يعني اعتماد دي اللي هي الهام شاهين، حسيت ان هي بدأت تتبسم ليه وتقول له يعني ازاي ممكن احبك وكده، وقال لها انا هتأكد ان انا هخليك تحبيني. واسمه ايه قال له احمد رزق، قال له ضحك كده وقال له انا بحبك يا سيدي يا جرحي. وبعدين جت الكاميرا على مجدي اللي هو احمد فهيم، لقيته مبلم زي ما بيبلم في كل الادوار، او في كل كان في ضروره انه يبلم او يكشر في الحلقات اللي قبل دي. انما في دي اللحظه دي اللي كلهم تصافوا، والبنت اللي هي رنا رئيس تصافت وابتسمت، هو الوحيد اللي يعني ما شالش التكشيره من على وشه، وكأن الجرحي او سيد الناس ما بيقولش حاجه خالص انترستنج يعني مش عاجبه. يعني ان هو يكون مش فاهمها ازاي انت مقابل دي كل الناس تنبسط وتسامحه وتفتح معاه صفحة جديدة. ده اللي كان باين من المشهد لما كانوا قاعدين على الكنب وهو قاعد صنم، مش عايز يعني يسيب التكشيرة من وشه. ابقوا شوفوها، انا مش بفتري يعني. حاجة احب اقولها علشان ما بقاش عمال افصص، يعني الموضوع ما فيهوش تفصيص كتير، الموضوع على بعضه ناجح، والمخرج محمد سامي مخرج ناجح وبارع. واحب ادي تقييم للممثلين. ابدا بسيد الناس. مسلسل سيد الناس التقييم بالنسبه للممثلين: عمرو سعد 10/10، احمد زاهر 10/10، احمد رزق 10/10، وبقيه الممثلين منهم منة فضالي 9/10، الهام شاهين 9/10، سلوى عثمان 10/10، والباقيين يعني اقل من كده شويه. خلاص. مسلسل ايش ايش، نبدأ بمي عمر 10/10، وكيل النيابة 10/10، ادوارد 10/10، ولو في 11 او 12 اديله بصراحة، لانه يعني نساك خالص. ادوارد الكوميدي او ادوارد بتاع الانترتينمنت، الراجل اللي بيغني اغاني بالانجليزي والفرنساوي والجريجي، يعني طالع 100% اللي هو في الدور ده.
ادي ادوارد. مين تاني يستحق الاشاده الرهيبه في المسلسل ده؟ اللي هو نصه ده اسمه عصام السقا. ده نبغه يعني، انا ما اعرفش ده طلع ازاي. انا ما شفتوش قبل كده، ان انا مش بتابع المسلسلات بصفه عامه، هو رمضان بس وعشان خاطر يعني البيت وكده. انما نص ده اللي هو عصام السقا هايل، وشيماء برضو هايله. وطبعا انتصار تاخد يعني 10/10 في الدور ده، ومعاها دينا تاخد 10/10 او 9. وبعدين في من الناحية التانية ماجد المصري يا 10 يا 15، يعني 10 12. حاجة يعني بصراحة تفوق على ناس كانت زمان بتطلع بدور إجرام. هو يعني منبع الإجرام في التمثيلية دي، رغم إن هو على الطبيعة زملكاوي وهادي قوي ولطيف قوي يعني بصراحة أنا أديله نمرة عالية جدا، مش عشان زملكاوي، هو راجل قام بدوره تمام التمام. ومعاه أحمد زاهر اللي هو كان مكان يعني كان ممكن يبقى شخصية تانية، لأنه ما ينفعش تجيب واحد من مسلسل بنفس الدور. كان في سيد الناس مجرم، جايبينه برضه مجرم، يمكن متخصص هو، بس يعني حط شكل جديد، حط شخصية أخرى يعني. أنا لما ظهر أحمد زاهر في المسلسل ده أول مرة قلت إيه ده، هو ده سيد الناس؟ مسلسل سيد لخبطونا يعني. يعني هو بالظبط طالع هنا وطالع هنا، كأنك خدته في الاستوديو من الأوضة دي للأوضة دي. ودي حتة برضه مش قد كده يعني، لأنه هو بس في مسلسلين يعني ما علينا. المهم التمثيلية دي او المسلسل بتاع سيد الناس ياخد 9/10، ومسلسل ايش ايش ياخد 8/10، مع احترامي لأي ناقد يقول كلام غير ده. انا ما بتكلم بشكل موضوعي مش بشكل شخصي، لا بيني وبين ده حاجة ولا بيني وبين ده عداوة ولا. انا راجل جمهور، انا جمهور بقدم نقد كده كهواية. وكل سنة وانتم طيبين.